ما عندوش اصابات، كلهم رجعوا ما شاء الله، متصدر لا تكلمني. انا بقر عليهم تاني، فلوسك حلال يا ابني حلال. والكلام ده مش هينفع في المنافسه على الدوري اطلاقا. اقوى صفقه في البريمير ليج بدون منازع. كان فين يا عم الكلام ده ايام ما كنت بتدربنا في ارسنال؟ فكرني بالمثل اللي بيقول الشطره تغزل برجل حمار. مشجعين الكرة في كل مكان، احلى مسا عليكم. ورجعنا تاني للدوريات في هندسة التحليل، ويلا بينا نهندس ونحلل الجولة ال 26 ونشوف الصراع الثلاثي اللي مسخن الشتاء في انجلترا ده، غير الريال اللي عامل عظمة مع استفاقة لبرشلونة وتراجع لجيرونا، وشكل الليجا هو كمان هيسخن ويولع. عندنا كلام كتير وتحليلات اكتر، فتابعني لحد الاخر وتاكد انك عامل لايك واشتراك في القناة، وسيب لي رايك في الحلقة في الكومنتات. واظن كفايه رغي لحد كده، ويلا بينا نخش في المعمعة. وتعالوا نبدأ من البريمير ليج ونركب طيارتنا وننزل على انجلترا ونشوف الصراع اللي مولع نار على القمة ما بين الثلاثي ارسنال ليفربول مانشستر سيتي. وهبدأ بارسنال، فريقي اللي بيلسع خمسات وستات واخيرا رباعية على فريق نيوكاسل. وسيبك من الارقام، بص على المتعة. ارسنال ممتع جدا يا جماعة، بقالي كتير قوي ما شفتش فرقتي ممتعة كده في الملعب. ده غير ان الارسنال بقى شرس جدا في الضغط واستخلاص الكرة، وما بيديش المنافس اللي قدامه فرصة ان هو يتنفس، وعلى طول ضغطه في نص ملعبه وبيلعب بضغط عالي متمكن جدا. ده غير ان الارتداد الدفاعي بتاع المدافعين 10 على 10. ده غير ان ارتيتا بطل فزلكه وعدل من افكاره، فمثلا بطل يلعب بكيفيور انفيرتد باك. يا جدعان هو اصلا سنتر باك وانت وظفته في مركز الباك الشمال، والراجل بيأدي ومديك اللي يعرف يعمله 7 من 10. لكن تديله ادوار مركبه وتخليه يعمل زيادات من نص الملعب، لا صعب عليه اذا كان هو اصلا لسه لعيبي بيتكون وبيتطور. لكن انت لما رجعته يلعب باك شمال صريح اداك اللي انت عايزه. كمان توليفه خط النص في ارسنال بقت فتاكه. جمال جورجينيو بان ومتعته بانت وهو بيلعب جنب ديكلان رايس. ديكلان رايس يا جمال، ديكلان رايس اقوى صفقه في البريمير ليج بدون منازع. فلوسك حلال يا ابني حلال. بصراحه الواد عامل عظمه في كل حته في الملعب بتلاقيه، والاثنين ادوا حريه لاوديجارد في الهجوم يلعب براحته خالص، وكاي هافرتس لقى نفسه جنب تروسرد وبقوا عاملين توليفه هما الاثنين مع بعض حلو. فارسنال نزل ضاغط على الماكبايس من اول دقيقه ومصمم انه ياخد حقه في اللي حصل في الماتش بتاع الذهاب، لدرجه ان اول شوط على ديفيد رايا كانت في الدقيقه 40. يعني ضاغطهم في نص ملعبهم 40 دقيقه مش عارفين يتنفسوا، وفي الاخر لبسوا جونين. بس في متعه في اداء الارسنال الفردي والجماعي، في الارتدادات، في التغطيات. بصراحه يستحق ينافس للسنه الثانيه على التوالي. اما الشوط الثاني ومع وصول نيوكاسل للملعب وحاولوا يتماسكوا ويعملوا هجمات، الا ان اعتماد ايدي هاو على نفس اللعيبه من السنه اللي فاتت مخلي اي اصابه او غياب بيأثر على نسق الفريق كله وبيعمل له دروب في الاداء. وزي ما احنا عارفين المدافع ما بترحمش، ولبسوا جونين كمان، وملناش دعوه بالجون الاهبل اللي حطوه ده وضيعوا فرحه اليوم. بس عموما كلمتين بجد في حق ارسنال، الفريق زي ما قلت قبل كده لسه فريق سنه صغير وبيتطور، وارتيتا نفسه لسه بيكتسب خبرات وبيتطور، ومش شرط نكسب الدوري السنه دي، بس صدقوني الارسنال في السنين الجايه هيبقى منافس شرس جدا، خصوصا لو عملنا تدعيمات الصح اللي احنا محتاجينها، وساعتها ارسنال هيقدر يكسب الدوري. بس عموما انا سعيد جدا بالمتعه اللي بيقدمها ارسنال. هو احنا كده الزملكاويه والارسنالويه بيحبوا يشوفوا فريقهم ممتع وبيلعب كرة جميله وكمان يكسب. نروح بقى لمان سيتي اللي زي ما قلت لكم بيجي الشتاء بياكل الاخضر واليابس، ولما بيمسك فورمه محدش بيعرف يجاريه. انا بقر عليهم تاني، يمكن يحوق فيهم زي ماتش تشيلسي في مباراه بورنموث اللي انتهت بفوز مان سيتي 1-0. وكانت مباراه ممتعه جدا، وبورنموث كان قريب قوي من انه يخطف التعادل، الا ان فيل فودن عرف يحقق هدف الفوز ويأمن 3 نقط غاليين جدا لمان سيتي. والفريق ماشي بخطى ثابته جدا للحفاظ على اللقب، خصوصا ان هو الفريق الوحيد اللي كامل فرقته للاخر، السكواد فول تيم، ما عندوش اصابات، كلهم رجعوا ما شاء الله. وده بيخلي مان سيتي يضغط اكتر على ليفربول اللي اكتسح لوتن برباعيه واداء جميل جدا، والفرقه بتحارب عشان يكسبوا اخر دوري لكلوب معاهم. بس مع الاسف الحلو ما يكملش، فبعد رجوع صلاح من الاصابه بتتجدد اصابته مره تانية، ومعاه اصابه لعيبه من الاساسيين كتير جدا، منهم جوتا وسوبوزلاي وداروين نونيز وكيرتس جونز، انا مش عارف، وارنولد. عندهم كميه اصابات في الفريق لدرجه ان هم لعبوا ماتش الكاس مع تشيلسي بالاشبال. صحيح هم فازوا وبنبارك لهم على الفوز،
الا ان كلوب كان بيلعب بلعيبه عندها 16 سنه و17 سنه، والكلام ده مش هينفع في المنافسه على الدوري اطلاقا. فلوتن اللي فاجئ الريدز وسجل هدف في الشوط الاول وعرف يحافظ عليه لغايه نص الشوط الثاني، الا ان الريدز بعد التحولات اللي عملها قدر يسجل 4 اهداف متتاليه، واداء رائع وتالق من لعيبه زي برادلي اللي بيضرب جرس انذار كبير لارنولد وبيقول له انا مش هقعد دكه بسهوله على فكره. وقبل ما نسيب فريق الريدز لازم نبارك لهم تاني على ماتش الكاس، لان هم فعلا عملوا اداء اسطوري وحاربوا محاربه كبيره جدا عشان خاطر يحققوا المكسب لكلوب. وكده جبرت يا عم كلوب، خدت بطوله، روح بقى اكسب اليوروبا ليج وسيب لنا الدوره، الله يبارك لك الله يبارك لك. بصراحه انا من نفسي كلوب يرجع في قراره ويكمل في الدوري الانجليزي، هنفتقد المتعه بتاعتك جدا. نخش بقى على مباراه مانشستر يونايتد وفولهام، كان اسمهم ايه؟ الريد ديفلز باين، الشياطين الحمر، مانشستر يونايتد. يا عم يا عم تنهاج، يا عم تنهاج اللي انت بتعمله ده في ايه يا عم؟ بتعجبني كمان ثقتك في نفسك في التصريحات، يطلع في التصريحات يقول لك ايه؟ انا واثق من فرقتي على الطريق الصحيح، وهو واكل على عينه من فولهام على ملعبه في الاولد ترافورد. ما حصلتش من زمان جدا انك تشوف مانشستر مضغوط في ملعبه في نص منطقه جزائه من فريق فولهام. فولهام يا جماعه، صحيح الفريق عامل اداء مستقر بقاله فتره وكسب 4 5 ماتشات ورا بعض مع وجود شويه من الاصابات، بس العجيب بقى ان ماجواير عامل اداء كويس، يعني الى حد ما ماجواير عامل اداء دفاعي جيد بصراحه. بس زي ما قلت لكم مش هو ده مانشستر يونايتد، مش ده مانشستر اللي انا اعرفه من وانا عيل صغير بتفرج عليه، مش ده مانشستر روني فان نيستلروي سكولز جيجز، ان انت تضغط من فولهام 70 دقيقه على ملعبك وفي الاخر تحط هدف التعادل من ماجواير بالصدفه. والصراحه فولهام كان يستحق الفوز، يعني لما سجل الجول الثاني انا كنت شايف ان دي العداله، العيال عملت ماتش ضغطوكوا ضغطه وضيعوا جوان، واونانا مش كعادته تالق جدا الماتش ده. بس في النهايه خسرت 3 نقط مهمين جدا وسعوا الفارق بينك وبين المنافسه على المراكز الاوروبيه، والمنافسه مع توتنهام اللي مباراته الجوله دي اتاجلت مع تشيلسي عشان خاطر ماتش الكاس بتاع تشيلسي، واكيد انجري بوستوجوجلو سعيد جدا بالتاجيل ده. فالسبيرز اللي قلنا عليه في مفاجاه الموسم في اول الموسم وكان عامل اداء هجومي رائع جدا وبيكسب ماتشات وبيعمل اداءات جامده جدا، الا ان موجه من الاصابات ضربت الفريق وبوظت له كل الحسابات، وخصوصا ان هو ما عندوش دكه يعتمد عليها. صحيح هو لسه على الورق عنده فرصه يوصل لمراكز مؤهله لدوري الابطال، خصوصا والفرق 5 نقط وعنده مباراه مؤجله، وده هيخلي المنافسه شرسه جدا مع استون فيلا اللي بيعيش احلى ايامه مع اوناي امري. كان فين يا عم الكلام ده ايام ما كنت بتدربنا في ارسنال؟ بس انا اعتقد ان اوناي امري مدرب كويس وكل حاجه على عيني وعلى راسي، بس هو واستون فيلا لايقين على بعض. هو مدرب ما يقدرش يدرب نجوم كبيره وفريق كبير ويتحط تحت ضغط جماهيري طول الوقت، واستون فيلا جماهيره بادارته بالنسبه لهم اللي هو بيعمله ده اقصى الطموح، هيوصلهم دوري ابطال اوروبا بعد زمن طويل قوي. فهم لقوا بعض زي ما بقول لكم بازل فيتنج في بعض. فهو كمان فريق ما فيهوش نجوم جامده قوي، يعني يعرف يسيطر على اوضه اللبس بسهوله ويعرف يعمل فريق جماعي مميز زي ما احنا شايفين، وهنشوف هيوصلوا فين اخر الدوري. تعالوا بقى نركب طيارتنا ونسيب انجلترا ونروح على الاراضي الاسبانيه ونشوف ريال مدريد عامل اداء فوق العظمه. والله الريال مع جده انشيلوتي السنه دي بيفكرني بالمثل اللي بيقول الشطره تغزل برجل حمار. فالريال لسه متصدر الليجا، متصدر لا تكلمني، مع كل الاصابات اللي ضربت الفريق انا مش هعدها لكم لان هم كتير قوي، واللي بيحصل ده يوقع اجدعها فرقه. تخيلوا ان في مباراه جيرونا كنا بنلعب بقلب دفاع تشاوميني وكارفاخال ومع ذلك لسعناهم 4. اما مباراه الاسبوع ده اللي كانت مع اشبيليا اللي انتهت بفوز الريال 1-0 بهدف ولا احلى من لوكا مودريتش. المباراه اللي شهدت عوده الكابيتانو سيرجيو راموس مره تانية لملعب البرنابيو، بس المره دي بقميص اشبيليا، بس خد شرط الكابتن من خيسوس نافاس عشان يتصور وهو واقف في اللقطه دي ويتم تكريمه في ملعبه القديم. اما عن احداث المباراه اللي شهدت جدل تحكيمي كبير جدا خصوصا في هدف الريال اللي اتلغى، وانا الصراحه شايف الكره ما فيهاش اي نوع من الفاولات، يعني دي لو في الدوري الانجليزي مش هتتحسب ولا هيبصوا لها، وانذارات بالجمله للمرنجي ده، حتى انشيلوتي لبس انذار. وحصل حادث نادرا لما بنشوفه في ملاعب كرة القدم، ان الحكم الاساسي اتصاب والحكم الرابع بدل معاه ونزل كمل هو الماتش.
والمباراه في شوطها الاول كانت سيطره تامه للريال بس بفرصتين بس على المرمى طول الشوط، وهجمات مرتده على استحياء كده من اشبيليا، بس تم التعامل معاها في الارتداد الدفاعي على اكمل وجه. وفضل الحال كده لغايه ما نزل الساحر لوكا مودريتش وحط جون من احلى الاهداف اللي ممكن تشوفها، وفكرتنا بماتشات كرواتيا في كاس العالم عشان يامن 3 نقط غاليين جدا لفريق ريال مدريد، وقدر يوسع الفارق ل 8 نقط مع برشلونه اللي قدر يكتسح ختافي برباعيه في مباراه من احلى مباريات برشلونه السنه دي. فالمباراه شهدت سيطره واستحواذ وتضييع اهداف واحراز 4 اهداف، وكانت مباراه جميله جدا قوي. ايه جميله جدا قوي؟ ورافينيا ظهر وطلع له حس وحط جون واسيست، صحيح ضيع كور سهله جدا ما تضيعش من اي مهاجم، بس اوفرول هو عمل ماتش حلو والفرقه ككل عملت ماتش حلو. واللي احنا واخدين بالنا منه ان بعد قرار تشافي بالرحيل نهايه الموسم الفرقه بقت بتلعب احسن، لانه شال من عليهم الضغوط وحسسهم ان الموسم مش مهم، المهم ان احنا نطلع بشكل كويس. وبقوا بيقدموا اداء جيد جدا وفرجونا لمحه كده من التيكي تاكا بتاعت برشلونه بتاعت زمان، وقدر ان هو يحتل المركز الثاني مؤقتا لغايه ما جيرونا يلعب ماتشه اللي بيتلعب النهارده واحنا بنصور. فماتشهم النهارده مع رايو فايكانو، فجيرونا ضيع نقط كتير الفتره اللي فاتت، فحتى لو كسب الماتش ده هيبقى الفرق ما بينه وما بين الريال 6 نقط. فبعد ما كان بينافس على الصداره النهارده هو في المركز الثاني وبيحارب عشان يفضل في المركز الثاني. صحيح هم فرقه حلوه ومنظمه بس لسه مش حمل المنافسه وضغوطات المنافسه، ولنا في 6 نقط الريال خير دليل. صحيح على الورق لسه في فرصه للمنافسه، خصوصا والريال فيه كميه اصابات تقلق اي حد، وممكن الريال يضيع نقط ويرجع جيرونا وبرشلونه للمنافسه، الا ان انا عندي ثقه في فريقي ان هو هيقدر يحسم الليجا السنه دي. كده انا خلصت كلامي، بس كلامنا سوا لسه ما خلصش. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تسيب لي رايك في الكومنتات وتعمل لايك وشير وتشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان يجيلك حلقاتنا اول ما تنزل. كنت معاكم محمد الجوهري وهندسه التحليل، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.